السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم فيديو جديد عن لعبة كلاش اوف كلانس. فيديو النهاردة عبارة عن تحدي جديد، وهو إن أنا ههجم على تاون 12 وأنا لسه تاون هول 11 باستخدام أقوى استراتيجية أرضية ممكن تشوفها أو ظهرت سنة 2023، وهي استراتيجية الويتش مع الجولم مع مفجرين الأسوار زي ما أنت شايف كده. فالسؤال هنا، يا ترى هقدر امسح ولا هجيب كام نجمة ولا مش هقدر على التحدي ده؟ خليك معايا لاخر الفيديو ونكتشف انا وانت ايه اللي هيحصل وربنا يستر. بس في البداية ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وتذكر الله فألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اليومية عن لعبة كلاش اوف كلانس، وكمان عشان في جيف اواي بسيطة جدا ليكم عند لما اوصل ان شاء الله 500 مشترك على تذكرة ذهبية. وطبعا لايك جميل لو عجبك الفيديو، وتعليق تقول لي ايه رأيك في الفيديو وفي قوة الاستراتيجية بعد ما تسمع الفيديو. ويلا بينا. فكرة التحدي فعلا يا جدعان مجنونة قوي، بس الاستراتيجية حرفيا ما بيقفش قدامها أي تصميم لتاون هول 11 حتى لو في دعم. فتخيل بقى ايه اللي هيحصل مع تاون هول 12، هو ده اللي حمسني ان انا اعمل فيديو. فلو عايز اصلا انك تشوف الاستراتيجية وطريقة الهجوم بيها هيظهر لك فوق كده فيديو او لينك تخش تتفرج على الاستراتيجية دي وازاي تطبقها. المهم دلوقتي ان الواحد فعلا مش عارف يعمل ايه ولا يهجم ازاي ولا اي حاجه خالص. بس انا عندي لعبه حلوه قبل ما نهجم. تعالوا نتوقع انا هجيب كام في الهجمه وكام في المية يعني، وهمسح ولا لا، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات قبل طبعا ما نشوف الهجمه، قبل ما تشوف الهجمه، وتكتب اذا كان التوقع صح ولا غلط بعد نهايه الهجمه. انا عن نفسي في اول هجمه دي هدور على خصم ضعيف شويه، تاون هول 12 لسه مش ماكس، ونجرب نهجم عليه ونشوف النتيجه. خلينا الاول نجهز الدعم اهو، نعدل بس الدعم ده ندوس. مش عارف ليه حذفت قذيفة الجزء ما انا محتاجها. الدعم لو فاكرينه هو عبارة عن واحد من اليتي، ويتش، هوج رايدر، واخيرا تاوستين سكيلتون، وهناخد اخر حاجة قذيفة الجذور. ده الدعم اللي انا عايزه ب 43. ماشي. تتوقع بقى ان انا هجيب كام في اول هجمه كده؟ توقعوا واكتبوا تحت في الكومنتات. انا عن نفسي في اول هجمه دي شايف ان انا هجيب 60%، وابقى عملت الصح لو جبت 60%. تعالوا ندوس، هدور على خصم مناسب وارجع لكم. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين ده اول خصم ظهر لنا اهو. هو مش ماكس وكل حاجة فيه متوفرة كويس. فاحنا نشوف بس هنبتدي الهجوم بتاعنا من انهي زاوية بالظبط. ماشي، انا عرفت احنا هنعمل ايه. طيب، اول حاجة ننزل ادي واحد اتنين تلاتة، وهننزل دول كده على خط واحد. تمام. وهنفتح السور من هنا وهنفتح السور من هنا وهننزل القلم من هنا. تمام. وبعد كده هننزل ادي واحد اتنين عشان بس يلهولنا الدنيا دي. هننزل الملك بتاعنا والملكة والامر بتاعنا من هنا. طبعا زي ما انتم شايفين المدفعية ابتدت تشتغل. ماشي، هننزل دي هنا كده بسرعة. مش عارف الجنوب كلها منحرفة ولا ايه. ماشي. وبعد كده ممكن نستعمل طاقة الآمر عشان قرب يموت أصلا. بعد كده هنجيب واحد اتنين هنا كده عشان ينهي لنا الدنيا دي. بعد كده أول ما يخشوا في منتصف نبتدي نحط واحدة غضب كده بسرعة. تمام. سيبك انت من ده هيتدمر، ونحط واحدة. تمام تمام، أنا عايز بس ده. تمام، لسه الملك عايش ونص الجنود ماتوا ولله الحمد، بس إن شاء الله هنقدر نعمل حاجة إن شاء الله. تمام. احنا ممكن نعمل ايه؟ نحط واحدة هنا. تاون هول يا جدعان موتت الناس ايه ده، الملكة ما نزلتش اصلا. ممكن نحط دي هنا، نحط واحدة شايفة كده. تمام، انا قلت هنجيب 60% يا جدعان، والحمد لله قدرت ان انا اجيب 60%. ممكن نعمل دي كده بسرعة عشان نحافظ على طاقة الملكة بتاعتنا. ولسه الجنود بتوعنا مكملين اهو. يعني ده جندي مش ماكس وما قدرتش اعمل قصاده اي حاجة. بس تاون هول صدقني، وان انا اتلخبطت في الهجمة او ان انا متلخبط وانا بهجم. بس كنسبة الدنيا تمام أوي. بس كده تمام، ممكن ندوس. ماشي، كده كده المعركة انتهت. نسبة 74%، وخدنا 21 كاس وموارد كويسة قوي. تعالوا طيب نجهز الجيش التاني ونشوف هنهجم ازاي. طبعا زي ما انتوا شفتوا ان انا هجمت وقدرت ان انا اجيب نسبة كويسة. في ناس ما بتعرفش تجيبها اصلا على تاون هول 11. بس انا متوقع ان احنا نقدر نجيب اكتر، فالمهم ان احنا نركز في الاستراتيجية كويس، وان شاء الله هنقدر نجيب اكتر. فاستنوا بس ادور على خصم كمان نهجم عليه على تاون هول 12، المره دي ماكس شويه او الدنيا فيه كويسه شويه، واجي لكم على طول. بصوا يا جدعان، انا بتوقع 50% يبقى الاستراتيجيه دي عملت معايا الصح. وبتوقع حاجه تانية. ربنا يستر بقى عشان شكلي مش همسح في الجندي ده. انت تتوقع ايه كده؟ انزل اكتب لي تحت في الكومنتات. طيب، اول حاجه كده عشان يبقى ادي واحد واحد اتنين تلاته. تمام. وادي الويتش بتاعنا، الويتش ما تنزلوا يابا. تمام. بعد كده نفتح السور من هنا ونفتح السور من هنا. هننزل الآلة بتاعتنا كده.
دقيقة واحدة. نزل هنا كده، وننزل ادي الملك، قضايا جوية، وننزل دول كده. يلا اهي ماشي 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 ماشي. ممكن دقيقة واحدة. هو ليه مركز على الجنود البعيدة أوي كده؟ تعالى هنا يا أمر، تعالى. أيوه أيوه أيوه، قدرة الأمر دلوقت أحلى مكان استخدمت فيه قدرة آمر. واحدة غضب كده هنا. يلا أنا عايز دي هنا كده. ماشي ماشي ماشي. ليه مسكت فيه يا ماشي. دي واحدة دي كده. ممكن ننزل بدي هنا برضو. تمام. على فكرة النسبة كويسة أوي أوي. ممكن لسه معانا طاقة الملكة، خد بالك. هي المشكلة دلوقتي في الإكسبوهات. تخيل إن أنا مسحت. هي صعبة بس تخيل يعني. ممكن، ليه لأ. قدرت أمسح 3/4 التصاميم أهي. تمام، هتقدر. طيب احنا ممكن نسيب تعويذة السكيلتون دي كده. لسه معانا كمية ويتش محترمة. ملكة ماتت. بس عملنا شغل حلو الهجمة دي أكتر من الهجمة اللي فاتت، عشان تعرف إن احنا لو كنا ركزنا الهجمة اللي فاتت كنا عملنا شغل أحسن. بص المورتال بيدمر بيدمر. الويتش ده بطيء. تنجز حالك يا عفوا يا جدعان على الشتيمة اللي حصلت دي. انا متوقعتش اصلا ان انا اجيب حاجة 80%. انتوا متخيلين يا جدعان النسبة؟ وهتخش ل 90%. بس مش هتمسح. ما اظنش ان هي تمسح، مع ان معايا نسبة حلوة قوي للمسح. لو هتمسح بسبكوت الاستراتيجية مش هتمسح، عشان الوقت بتاع الاستراتيجية. الوقت ضايع. بس هي فيها مسح. لا ما فيهاش مسح. الويتش ماتوا يا جدعان. 95% على التاون. 12 تقريبا معرفش برضو، بس تقريبا ماكس. ده يدل ان الاستراتيجيه قويه قوي يا جدعان. انا ما توقعتش ان انا قلت مش همسح الخصم اصلا. بس ان انا اجيب 95% ده نسبه كويسه قوي وعجبتني قوي. ودي تدل ان فعلا الاستراتيجيه قويه. وبكده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى انه يكون عجبكم، وتكتب لي رايك فيه بكل صراحه تحت في الكومنتات، عشان ده من اقوى الفيديوهات اللي عملتها هنا في القناه. طبعا ما تنساش انك تلف في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير قوي تعجبك. طبعا اللايك والاشتراك علشان هنتقابل على الجيف اواي. انا نفسي اوزع الجيف اواي يا جدعان. بس مستني نوصل 500 مشترك بعون الله. واشوفكم الفيديو الجاي. يلا سلام.